مفيش صوت عندك. مفيش صوت عندك جد، مفيش صوت عندك. يلا اتبيع حمير، اتباع حمير. مش عايز اسمع كلمة عائشة رضي الله عنها، مش عايز اسمع كلمة كتب السنة النهاردة القاعدة الحميرية، إذا تكلمنا في كتب الشيعة فلا يجوز بالقاعدة الحميرية أن يتطرق أحد لكتب أهل السنة والجماعة. وضحت؟ تمام؟ فهمنا؟ دخلت دماغنا؟ دخلت إن شاء الله، هنطبقها بقى. قالوا اتفضل يا أستاذ جود. ما عندكش صوت والله، أنا بفتح عليك وأنت ما عندكش صوت. قالوا اتفضل. الو. أيوه ليش اتفضل. سديت القض علي يا غبي؟ لا 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 لا، ليه شتيمة؟ مش عايزين ندخل في ترهات وشتيمة، يعني احنا مش هندخل في ترهات وشتيمة. الآن ده الحديث على القاعدة الحميرية الطراشية. ما يجوز ليك، ما يجوز ان انت تخرج منه، ما يجوز تتكلم في كتب اهل السنة والجماعة، ما يجوز ليك تقول لي عائشة، ما يجوز، ما تضربش المثل اصلا، ما يجوز النهارده في كتبك بس. ما ينفعش النهارده، ما ينفعش. اما ان تكفروا بالقاعدة الحميرية، إما أن تكفروا بالقاعدة الحميرية. طب إيه القاعدة الحميرية عشان الناس اللي جاية دلوقتي ومش فاهماها؟ القاعدة الحميرية التي قالها أمير القريشي، ألا وهي: إذا تكلمنا في حديث من كتب أهل السنة والجماعة فلا يجوز للسني أن يتطرق إلى كتب الشيعة، وإن تطرق إلى كتب الشيعة سددنا عليه الخط وقلنا له: اذهب حيث أتيت. الو اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شلونك شيخ وليد؟ الحمد لله والله بخير حال. ندخل في الموضوع على طول لو سمحت. خادمك أنا. هاي الرواية اللي موجودة حديث 28. لا الحديث 29، عايزين 29. حديث 29. حديث 29 اسناده شنو؟ صحيح. حسنه كالصحيح. والصدوق صححه كالصحيح. الصدوق صححه. الحديث الصدوق صححه. وحسن كالصحيح يعني صحيح. حسن كالصحيح يعني متماثلين في الصحة. وبعدين موجود في صحيحة الحلبي. موجود في صحيحة الحلبي. استاذ ممكن نشرح الحديث انا وياك؟ اتفضل اشرح، ده انا على قلبي زي العسل لما تشرح. اتفضل. حديث بخدمتك. حديث 28 لا 29 مش 28. لو ذكر الصدوق 29 مش 28. بخدمتك مو 29. الحديث مال اخبرنا الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم. اما حديث 28 حسن. حديث 29 اللي ذكره الصدوق رحمه الله في صحيحه عن عبيد الله ابن علي الحلبي. مو هذا الحديث لو انا غلطان؟ ايوه انت مش غلطان. اتفضل اشرحه لنا. الف رحمه على والديك. ان ميمونه كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتأزر بالثوب وثم أضطجع معه في الفراش، يعني أنام يمه. شنو إشكال الحديث عندك؟ الإشكال بقى هنا المعصوم راح سأل ميمونة، فميمونة عليه السلام قامت شرحة للمعصوم. المعصوم ذكر وميمونة أنثى، فكيف للأنثى أن تشرح للذكر الذي حدث في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، بل تكلمه في الحيض وتكلمه أيضا في الجماع والمباشرة. تفضل. ما جابت جماع. ازاي ما فيش جماع؟ المباشرة مش الجماع، اللي هو الجماع ليس الإدخال هنا. الجماع ليس الإدخال، المباشرة. نعم.
يعني القبلات والاحضان والكلام ده كله. ازاي انثى تعمل كده؟ حبيبي ازاي؟ حبيبي حبيبي انت اللي حبيبي. 29 خلنا اشرح لك اياها هسه. انا خوضم لا دخلت اتفضل بكتبك اتفضل ولا بكتبي، بهذا الحديث فقط وفقط. بس اتفضل. خلنا اوضح لك اياها يا عيني. احنا اصحاب لغه عربيه، احنا عرب نفتهم اللغه العربيه. ما انا عايزك تفهمني. من سال الامام ابي من سال الامام سلام الله عنها ميمونه كانت تقول ان ميمونه تقول كانت بتقول لي مين؟ معلش يعني. وكان يأمرني ايوه كانت بتقول لي مين يعني؟ معلش يعني كانت بتقول لي مين حضرتك؟ واحده واحده كانت بتقول لي مين؟ أنا ساجد. كانت بتقول لي مين؟ أنا ساجد يا ابني العراق. يا ابني كانت بتقول لي مين؟ هي كانت بتقول لي مين؟ المعصوم ولا مين؟ بويا روي عن ابي عبد الله عليه السلام انه ذكر عن ابيه. ايوه ابوه يعني اللي هو مين بقى؟ الامام ذكر عن ابيه. ايوه اللي هو مين؟ عن ابيه اللي هو مين؟ الامام الباقر. ايوه والباقر نقل عن مين؟ الامام الباقر نقل عن الامام زين العابدين. وزين العابدين نقل عن مين؟ المهم وصلنا في الاخر لمين؟ لعلي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب اللي عرف من امنا ميمونه. يلا ان ميمونه كانت تقول ان النبي يا بني عرف مثل مين يا باشا؟ يا باشا يا باشا يا بتاع البغاشه، يا باشا يا بتاع البغاشه. الامام علي بن ابي طالب عرف ازاي من ميمونه يا باشا؟ هي جاوبته يعني ماكو سؤال. وين امير المؤمنين سالها؟ فين يا باشا؟ هي اللي جاوبته من نفسها. يبقى هي المشكله يعني. هي المشكله عندها هي. ازاي امراه من نفسها تقول له كده من غير ما يسال؟ ازاي امراه تقول له من غير ما يسالها؟ هو مش من قيمه يومين كان بيقول لك في حديث سالم سبلان. اسمعني يلا اسمعني يلا خليك ولي. ازاي امراه تسال اهو تقول له من غير ما يسالها؟ ما هو مش بيقول في سالم سبلان هي قالت له من غير ما يسالها. ازاي امراه تقول له من غير ما يسالها؟ وقالت له من غير ما يسالها. قام جاي الامام المعصوم قام جاي فاضحها. مش هو ده منهجكم يا شيعه؟ مش هي دي قاعده حمير القريشي اللي احنا بنتعفف نتكلم فيها وبنقول ان الكلام ده كله مسائل تعليميه فقهيه ملهاش دعوه بالجنس ولا ليها اي دعوه بحاجه؟ يلا جاوبونا يا شيعه، جاوبونا. ازاي الامام يفضح سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي؟ ويفضح امراه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي؟ يلا الليله مش معديه النهارده. يلا مين يجاوبنا بالقاعده الحميريه؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ وليد، تحياتي لك والبرنامج. ممكن حضرتك بس تعلي صوتك شويه لان انت ممكن تبقى مسموع لكن انا ما بسمع من سماعه خارجيه، فحضرتك تعلي صوتك شويه. هسه تسمعني واضح؟ هسه اسمع. اتفضل استاذ وليد، انا حبيت اسالك سؤال بعيد عن موضوع بحثكم اليوم. ما اعرف تسمح لي هذا اسال هذا السؤال او لا معلش ما اسمحش. ربنا يبارك فيك. في سؤال مطروح على الشاشه ما ينفعش تغيير المواضيع النهارده ما ينفعش. قالوا اتفضل مع القاعده الحميريه. اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ وليد، شنو اشكالك على الروايه؟ شنو اشكالي على الروايه؟ الاشكال الاول انها صحيحه والحمد لله رب العالمين. الاشكال الثاني كيف علم المعصوم ان امنا ميمونه تفعل هكذا مع فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف فضح المعصوم على طريقتكم على منهجكم انتم الحميري؟ كيف للمعصوم يفضح امراه اخفت له سر او قالت له سر؟
وكيف لامرأة أن هذا تفشي مشكل. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش؟ وكيف لامرأة أن تتكلم مع رجل في الحيض وتشرح له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا 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 وكذا؟ إزاي بقى؟ شنو المشكله استاذ وليد؟ هاي شنو المشكله؟ لا ما فيش مشكلة، بالسلامة يا ريس، سؤال بدعي لك بالسلامة، ما فيش مشاكل خالص. في حديث ميمونة والإمام ما فيش مشكلة، لكن في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها كل المشاكل فيها. اللي هيدخل يستهبل ما يدخلش يستهبل، عشان النهارده مش يوم استهبال لو سمحتوا. قالوا اتفضل. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. حياك الله استاذ وليد. عندي سؤالين، سؤال على موضوع الحلقه وسؤال خارج موضوع الحلقه. لا يا حبيبي، النهارده مفيش اسئله خارج الحلقه، واللي هيتكلم كلمه خارج الحلقه هيلاقي نفسه مقفول عليه. قانون ولازم نمشي بيه. طيب موضوع ينفع نخرج عن القانون؟ طيب قول لي بس، موضوع ينفع نخرج عن قانون الحلقه؟ طيب لا جاوبني، ينفع نخرج عن قانون موضوع الحلقه؟ سؤال دائما حتى لو تجاوبني على الخاص ورا الحلقه مو ان مشكله. شاء الله على وردت الخاص مالتك. باذن الله تعالى. خش تجاوبني في إياه الموضوع، يلا مش- خش في خلنا الموضوع ان نطرح. شاء الله. خش في الموضوع خلنا ان شاء نطرح الله. سؤالي. خلنا نطرح سؤالي. لا ما وحتى لو تطرحش ورا سؤالك يا الحلقة حبيبي، تجاوبني رد لنا على الخاص السؤال اللي تكون موجود في مبلغ. الحلقه لو سمحت. اطرح سؤالك على الخاص ان شاء الله. تفضل. هو شنو سؤال؟ رد لنا على السؤال اللي سؤال موجود في الحلقة الحلقه. شنو سؤال الحلقه؟ تفضل. سؤال الحلقة حضرتك تلف وترجع الحلقة من أول وجديد وتسمعها وترجع تاني تجاوب. مش فاضي النهاردة مستعجل، عندي اتصالات كتير. ارجع أنت اسأل، شوف الحلقة بتتكلم عليه وتعالى. ألو اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. اتفضل. ممكن أشارك أخ وليد؟ ممكن، اتفضل. الله يسلمك. إحنا الشيعة إحنا ليس مثلكم، يعني كل ما جاء بالبخاري ناخذه يا كله عم ما صحيح. الكلام الكتير مش عايزينه، حديث صحيح عندكم وصححوا اسمعني، علمائك. أنت اسمعني. مين؟ لا، وأنت ليس مين؟ أنت مثلكم. مين؟ أنت كل سؤال، ما أنت جاء في مين؟ كتبنا أنت مين؟ حبيبي. ليس حبيبي كل لا، ما نحب بعض في الخاص ان شاء الله، ونبعت قلوب لبعض وكل حاجه. هبعت لك قلوب حمراء كمان، ما تقلقش. بالسلامه يا ريس. الو اتفضل. عفوا استاذ وليد، سؤال الحلقه عن سيدتي فاطمه الزهراء. انا شيعي عن المذهب الشيعي. لا حضرتك النهارده في سؤال. المعصوم عندك يروي عن ام المؤمنين ميمونه في حديث صحيح موجود في صحيحه ابي عبد الله عبيد الله بن الحلبي، والصدوق اوردها عنده في الصحيح، وعندك المجلسي حسنها وصححها، ان الامام عندك روى ان السيده ميمونه كانت اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يضطجع معها امرها ان تتزر. فكيف للمعصوم عندك بالمنهج الحمير القريشي؟ تمام، مش بالمنهج السني. كيف بمنهج حمير القريشي أن يفضح الإمام عندك سر ميمونة عليه السلام وسر فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف للمرأة أن تتكلم المعصوم بمثل هذه الأشياء كما في منهج حمير القريشي؟ اتفضل. اول شيء استاذ وليد، امير القريشي ما يمثل مذهب، هاي وحده. الثانيه، امير القريشي طالب علم. لا 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 لا, لا ولا طالب علم ولا طالب بطيخ. النهارده يوم الحمير، النهارده يعني يوم اتباع حمير. هتيجي تقول لي اصل حمير القريشي لا يمثلنا؟ اديني فتوى كده مختومه ومكتوبه ومقروءه ان انتوا تبرأتوا منه. كلام الحكاوي لا، اصله هو لا يمثلنا ولكنه طالب علم. طالب علم لما نشوف العلم اللي عنده. يلا يا شيعة، شيعة أمير فين؟ عيال أمير فين؟ يعني مش شايفينهم النهاردة، مش شايفينهم النهاردة. حسيتوا بالقفا وحرارة القفا اللي انتوا أخدتوه؟ حسيتوا بالقفا وحرارة القفا اللي انتوا أخدتوه؟ ده انتوا ما خدتوش قفا واحد، ده انتوا واخدين 30 قفا على سهوة. حسيتوا بالقفا؟ حرارته بانت، الحرارة بتاعته بانت، علمت.
الو اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ وليد؟ والله بخير حال. اتفضل خش في الموضوع لو سمحت. اتفضل. والله تعذرني، انا من اهل السنه طبعا، من البارح اتصل ربنا يبارك عليكم. فيك، جزاك الله خير، وانا على العين والرأس. ربنا يبارك فيك. يلا يا شيعة حمير القريشي، نحن نطبق اليوم قاعدة حميرية أصولية لم يخترعها إلا هو. ده المفروض يبقى شرف ليكم النهاردة، المفروض إن هو شرف ليكم. إحنا النهاردة بنطبق قاعدة وهنطبقها في الإنترنت كله. أي شيعي هيجي وأنا طارح سؤال من كتب الشيعة يقول لي أصل البخاري، هقول له شكرا منك على القاعدة الحميرية. هتقول لي أصل مسلم، هقول لك شكرا منك. اتفضل الأول اتكلم في كتبك، ولما أنا بقى أعمل حلقة ابقى تعالى إن شاء الله يوم الثلاث ابقى اسألني سؤال في كتب أهل السنة والجماعة. والحلقة بتاعت يوم الثلاث أروح جاي فاتح لي 3-4 فيديوهات واقعد أعلق عليهم ساعة ونص واخد لي مداخلتين من 2 شيعة، وكل سنة وانت طيب وترجع ريما لعادتها القديمة. ايه رأيكم؟ يوم الثلاث ان شاء الله اليوم المفتوح، اللي عنده سؤال في كتب اهل السنة والجماعة يوم الثلاث بإذن الله. يوم الثلاث ان شاء الله اللي عنده سؤال عند اهل السنة والجماعة يوم الثلاث بإذن الله تعالى. خلاص اتعلمنا قاعدة، يلا بقى. الو اتفضل. الو ايوه السلام عليكم. اتفضل. شنو موضوع اليوم؟ اي قاعده الشيخ؟ ارجع يا ميسم، لف وارجع تاني وشوف الموضوع كان ايه من اول حلقة وتعالى. الو اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. اتفضل. طالما الكلام ديني ينبغي أن يكون الكلام فيه لياقة، ولأننا نتكلم بدين. اتفضل اتكلمني بدين. يعني اتفضل 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 كلمني بدين، ما انا بحب اللي طبعا يتكلم أنا بدين. أكلمك أنا عايز أكلمك بدينك، لكن أقول لحضرتك لا تكن فظا غليظ القلب. يا عم فظا غليظ القلب ايه؟ انتوا هتشتغلونا دلوقتي. فظا غليظ القلب ايه؟ وانت جاي شيعي تقول لي لا تكن فظا غليظ القلب عشان الناس تهتدي مثلا؟ انت مش لاقي كلام تقوله، انت جاي مش لاقي كلام تقوله. وبعدين انا ما غلطتش في حد، الحمد لله رب العالمين. انا طبقت بس القاعده الحميريه التراشيه بتاعتكم بس. يوم الثلاث باذن الله تعالى اللي عايز يكلمني في كتب اهل السنه والجماعه اتفضل. النهارده كتب الشيعه فلا يجوز، ما يجوزش، ما ينفعش تيجي تقول لي اصل البخاري قال، اصل مسلم قال، اصل عائشه، اصل مش عارف ايه، اصل الجمل، اصل بغى، اصل مش عارف. يوم الثلاث باذن الله تعالى هعمل لكم بس مفتوح باذن الله تعالى، وبعد كده ناخد اتصالات الاخوه ان شاء الله بتوع اهل السنه والجماعه باذن الله. الو اتفضل. الو ايوه اتفضل. الو شيخ وليد، مين شيخ وليد السيدة زي نحكي وياك شمالك؟ لو سمحت، عندنا حديث صحيح، عندنا حديث صحيح في كتب الشيعة أن المعصوم فضح سر النبي صلى الله عليه وسلم، فضح فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة كانت بتتكلم مع راجل والراجل ده غريب عنها. وشنو يعني من تحكي؟ بس عيد السؤال، بس عيد. هو ده السؤال والله. تقدر تعيد لين ما سمعت. صوتك معلش يا ميسا، معلي صوتك شوية يا ميسا. تقدر تعيد السؤال مالتك؟ والله ما سمعك، والله العظيم، والله بسمع طراطيش. يمكن هو الاخوه سامعاك من جوه عشان الكابلات من جوه، لكن انا بسمع من سماعه خارجيه. تقدر تعيد سؤالك لين ما سمعت. غير التليفون وتعالى، غير التليفون وتعالى، استعمل تليفون بقى اي حد من المكان. يلا يا جماعه، يلا يا شيعه، فين عيالك يا امير؟ فين عيالك يا حمير؟ فين عيالك؟ فين عيالك اللي عامل لي جيش مش عارف مين وجيش مين وجيش مين وجيش مين؟ ما هو يا اما تكفروا بهذه القاعده يا اما تسلموا بها، ملهاش حل تاني. يا تكفروا بها يا تسلموا بها. قالوا اتفضل.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اريد اشرح لك الرواية يعني، ممكن؟ اتفضل اشرحها لنا، اتفضل. الو اتفضل اشرحها لنا، اتفضل. الو. اتفضل. ان رجل نزل بعائشة واجنب. شلون اجنب بروحه؟ روح يالا. شفتوا ده اللي كان من شوية على فكرة، ده اللي كان من شوية وداخل ويقول لك أمير مش تبعنا. والله العظيم هو حاطط صورة مقتدى، حاطط صورة مقتدى. ماشي، ما فيش مشكلة. ما احنا قلنا النهاردة السب والشتيمة واللعن، متوقعين كل حاجة، لكن فضيحتكم بقت أمام الناس. الفضيحة أمام الناس. اخترعتوا قاعدة ومش قادرين تطبقوها. يعني انتوا اللي اخترعتوا القاعدة ومش قادرين تطبقوها. الحديث صحيح في صحيحة الحلبي، والصدوق في صحيحة الصدوق، والمجلس قال عليه صحيح. فيلا ماشي ورونا. قالوا اتفضل. السلام عليكم استاذ وليد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شلون؟ انا بالنسبه لروايات الشيعة ما متاكد من عتي. الرواية صحيحة يا حضرتك، الرواية صحيحة. يعني هم يدلسون بين عائشة خرجت للقتال يوم اللي هيجيب أي كلمة من كتب أهل السنة والجماعة أو حتى اسم هقفل عليه. قاعدة، القاعدة الحميرية القريشية. القاعدة إيه؟ الحميرية القريشية. قالوا اتفضل. قالوا اتفضل. مرحبا. اتفضل. مرحبا. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كيف وبركاته. حضرتك حالك؟ سني ولا شيعي؟ شيعي. اتفضل. طيب اتفضل اشرح لنا الرواية لو سمحت. ايش الموضوع؟ ايش الرواية؟ الرواية تقول أن أمير المؤمنين عندكم قال عن السيدة ميمونة رضي الله عنها وارضاها أنها كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضطجع معها أمرها أن تتزر ثم اضطجع معها. فكيف الامرأة على القاعدة الحميرية، كيف الامرأة تحكي لرجل ما يحدث بينها بين النبي وبينها، والرجل رجل والمرأة مرأة؟ ولا مش مظبوط الكلام؟ مظبوط. نعم. بتعمل ايه يا حاج؟ طيب ما عندوش جواب على القاعدة الحميرية. اتفضل. يا شيخ وليد خش في أن الموضوع يكون على طول لو صدرك سمحت. واسع وعريض زي خش. فتوحات سيدنا عمر الواسعة والعريض. شفتوا؟ اهو ده طه ده على فكرة، ده طه ده طه. ماشي. ما عندهمش. هي مش انتوا، انا عايز اسال سؤال، مش انتوا اللي اخترعتوا الكلام ده؟ انا جبته من جيبي. انا ما انا الا اخدت القاعده الحميريه بتاعتكم وطبقتها في البرنامج بتاعي. اخدت القاعده الحميريه بتاعتكم وطبقتها في البرنامج بتاعي، وجبت نفس الحديث عن ام المؤمنين عائشه جبته عن ام المؤمنين ميمونه. نفس الكلمات اللي انتوا استعملتوها في حق ام المؤمنين عائشه استعملتها انا في حقكم. ليه الزعل؟ ليه العصبيه؟ ليه الشتيمه؟ الله المستعان. وما زلنا ننتظر عيال حمير قريش.
الله المستعان. بص يا كابتن، مش خسارة فيك بصراحة، أنت بالذات بقى مش خسارة فيك يعني، والله خليك، أنا حافظك عامة يعني. ألو اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سني ولا شيعي؟ سني. ربنا يبارك فيك، فوق الراس يا غالي، ربنا يعزك. يلا يا أتباع حمير، اليوم يوم القاعدة الحميرية، إما أن تتمسكوا بها بعد ذلك وإما أن تكفروا بها، لكن الضحك على الناس ما بقى يجيب فلوس. ما نحن إلا مطبقين القاعدة الحميرية، ألا وهي إذا طرح السؤال من كتب الشيعة فلا يحق للشيعي أن يستند إلى رواية مشابهة من كتب السنة، ولا يحق له أن ينطق حتى كلمة عائشة أو حفصة أو البخاري أو إذا نطقها سددنا عليه الخط. الله يا شيعة. يعني بيجح وبتتصل كمان، طيب ماشي ما فيش مشكلة، وادي يا سيدي أحلى حظر عشان خاطر عيونك، عشان خاطر عيونك، وإن شاء الله بعد الحلقة هنشوف الرقم بتاعك بإذن الله تعالى. يا جماعة النهاردة قمة القهر، قمة الذل. عارف انت لما تقهر انسان وتذل انسان عشان هو احمق؟ فالنهارده قمة القهر مع قمة الذل لهؤلاء اطفال الشوارع. ما في منهم واحد عايز يدخل يدافع عن القاعدة التي اخترعها امير القريشي فورط فيها اتباعه. سموها بقى يوم الفضيحة، يوم النكبة، اليوم الأسود على الشيعة، سموها زي ما انتوا عايزينها. قالوا اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. دلوقتي واحد بس اللي اتكلم، معلش، وناخد التاني. اتفضل. شيخ وليد شلونك؟ والله لوني اسمر والحمد لله، بالمصري بالخليجي ونعمه والحمد لله رب العالمين، وبالمصري برضو كويس ربي والحمد لله. ربي خش في الموضوع ان يلا. شاء الله ويديمك يا رب. اول شيء انا سني مو شيعي. طيب شكرا منك يا غالي، طالما سني شكرا منك، على الرأس ان شاء الله. الو اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك سني ولا شيعي؟ نعم استاذ وليد انا طه، وانت قبل شويه قلت على هذا المتصل انا طه، اقسم بالله مو انا طه، مو طه اللي اتصل يبقى علي غني. قبل شويه، يا ما يا طه يا غني، يبقى غني. على العموم هنعرف من النمره، ماشي. هو مش صوتك عامه، يعني من الصوت اللي انت بتكلمني بصراحه. اي ماشي يا استاذ طه. انا مو من طبيعتي انه اتصل واتجاوز او اشتم واغلط على اي واحد، يعني مو من طبيعتي. انا ابوس قبله على دماغك واعتذر لك قدام الدنيا كلها. لا ماكو مشكله. عندك جواب على عندك جواب على القاعده اللي حطها امير القريشي لو سمحت؟ لا انا بصراحه هيك روايات بها تعرض وسائل امهات المؤمنين ما فيهاش. يبقى علمائك وامامك هم من عرضوا تلك الروايات، يعني هنعمل ايه بقى؟ نعم. روح حضرتك للامام، الامام كده طارت العصمه، الامام طارت العصمه. ما انت اما تقدح في ان الامام وضع لكم روايات تنتقص من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون العلماء عندك وضعوا روايات تنتقص من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصححوها. لو ضربت هنا لقيت الإمام، لو ضربت هنا لقيت العلماء عندك، خلاص المسألة انتهت.
مش هنقعد فلسفة كتير يا اخوانا. اهل السنة والجماعة بالله عليكم ما تحرجوني، ابوس على دماغكم ما تحرجوني. خلي الحلقة النهاردة للشيعة، وفي اخر الحلقة ان شاء الله ناخد مكالمات اهل السنة والجماعة. الو اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شاكرين منك يا اخي. يعني انا لسه بقول يا جماعة يا اهل السنة يا جماعة محدش اتصل. اتصلت 3 مرات، ربنا يبارك فيك، شكرا ليك. الو السلام عليكم. الو السلام. اتفضل حضرتك، سني ولا شيعي؟ شيعي. طب اتفضل حضرتك، خش لنا في الموضوع على طول، واكيد سمعته ان شاء الله. اتفضل. طيب ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا اول شيء لازم احترام، وما راح ادخل في كتبك قوانين طبعا. بس لازم تسمعني عشان ما تتفشل مثل ما تفشل قبل. ميمونة المكتوب هنا هي بنت الامام علي. أنا. اسمعني بس. وكانت تتكلم. اسمعني، انت قلت نتكلم باحترام، يبقى تبدا باحترام. اتكلم باحترام. انه مو ميمونة. تتكلم باحترام، ما تقول فشلتك قبل كده وفشلت. طيب انا اتفضل واتكلم باحترام. اتفضل. ما قلت شيء من عندي. اتفضل. طيب ابشر. ميمونة هنا المتكلم عنها هي بنت الامام علي عليه السلام، وليس زوجته، بانها كانت في النهايه. وكانت ايه بنت علي بن ابي طالب اسمها ام المؤمنين ميمونه. ايه اقرا لنا الروايه. طيب ميمونه بنت الامام. لا هات لي اللي بيوشوشك، هات لي اللي بيوشوشك، هات لي اللي قاعد جنبك بيوشوشك. فيك من فعل يا اخي. هات لي اللي قاعد جنبك بيوشوشك. ميمونه بنت الامام. انت ما قراتش الحديث يا ابني؟ انت عندك حول زي امير؟ عندك حول؟ ما لو عندك حول اعذرك، يعني انت لو عندك حول اعذرك. فيك انفعلت. لو عندك حول اعذرك، اصل ما حدش قال قبل كده. ده الروايه ايه؟ ده الروايه يعني بص الروايه بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ أن ميمونة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرني إذا كنت حائض أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه. تقول لي بنت الإمام؟ هو الإمام عندكم يا ابني كان بيضطجع مع بنته؟ الإمام كان بيضطجع مع بنته؟ الإمام كان بيضطجع مع بنته؟ معناته جماع، معناته النوم. الإيه يا أخويا؟ سرير يا ابن الحلال، النوم السرير. الايه؟ النوم في السرير. يعني الامام عندكم كان بيأمرها ان تتزر فور حرضتها ويضطجع معها، وبعدين تكمل كده وكانت نساء النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يقضين الصلاه. يبقى بيتكلم على نساء مين؟ الله اكبر. الشيعي بيقول لك ان الامام كان يضطجع مع ابنته. الله اكبر. ما قلت الامام، مكتوب النبي يا ذكي يا اخي. نام مع حفيدته، ما صار شيء يعني. النبي كان ماشي يا عمي بيضطجع. المعصوم كان بيضطجع. انت مش انت قلت لي بنت المعصوم؟ رجعت في كلامك دلوقتي؟ انت مش انت قلت لي هي بنت المعصوم؟ سؤال واحد بس، مش انت قلت لي بنت المعصوم؟ ايه بنت المعصوم. طب ازاي بنت المعصوم وينام معها النبي؟ ينام معاها نوم عادي، مو نوم نوم عادي. ولي هم دول يا اخوانا اتباع حمير القريش. دول اتباع حمير القريش. ده الضحك للصبح النهارده. انا ممكن امد النهارده لحد الفجر. النهارده اليوم المفتوح. النهارده عارفين اللي ربنا يجزيه خير ابو فله كان عامل يوم مفتوح للتبرعات. النهارده بقى يوم مفتوح لمين؟ لاتباع قريش. يلا بقول لك كان بينام مع يقول لك بنت المعصوم. يا بنت المعصوم. الله يستعان. اتفضل. الو. ايوه اتفضل. العفو. انت في الحلقه السابقه قلت انه ابو حنيفه غلطان. روح يلا. احنا اتفقنا اللي هيجيب سيرة كتب اهل السنه او علماء اهل السنه والصحابه هنقفل عليه على قاعده حمير.
اليوم النهارده من كتب الشيعة، والسؤال شيعي، يبقى الجواب لابد أن يكون شيعي. إذا كان السؤال شيعي ومن كتب الشيعة، يبقى إذا لابد أن يكون الجواب شيعيا. ومن يتطرق إلى أهل السنة والجماعة فإنه يهرب، فلا داعي للهروب يا أخوان، فلا داعي. وما زلنا نبحث عن القاعدة الحميرية. مفيش، ده هو زنقهم زنقة الحمير، ده هو عطلنا فرصة جميلة جدا. ده احنا البثوث بتاعتنا كلها هتبقى زي الفل، شربات شربات يا اخواتي، شربات هتبقى زي الفل. كل ما يجي شيعي يقول لي البخاري اقول له الحديث النهارده من كتابك على القاعدة الحميرية. كل ما يجي شيعي هخليهم يلعنوا حمير على اللي جابوا حمير على اللي خلفت حمير.